السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بإذن الله هنكمل مع بعض سلسلة فيديوهات نواعم العيد، والنهاردة هنعمل مع بعض البيتيفور الناعم الفاخر ده. زي ما انتوا شايفين كده هقول لكم كل تفاصيله من اول ما نعجنه مع بعض، من اول الخامات اللي هنشتريها ولحد ما نسويه كمان ونلزقه مع بعض، واقول لك ازاي ان انت تطلعيه بجودة عالية يبقى زي الجاهز من بره واحسن كمان، محدش هيعرف يفرقه، وكمان الكل اللي هيدوق هيشكر في البيتيفور بتاعي. ما تنسوش ان انتوا تقولوا لي دعوه حلوه من قلبكم وتحطوا لي اللايك الجميل بتاعكم، وان انتوا تشيروا الفيديو ده مع اصحابكم وحبايبكم علشان خاطر الكل يستفاد بيه. يلا بينا نبدا الفيديو بتاعنا واقول لكم على المقادير ايه. المقادير بتاعتي 750 جرام زبده، ليهم 150 جرام سكر، واربع بيضات. اربع بيضات هناخد 2 بيضه كامله وصفرتين بيض، وكيلو دقيق. الكيلو دقيق ليه 750 جرام زبدة، واتنين صفار بيضة، واتنين بيضة كاملة، وباكت فانيليا، و150 جرام سكر. اول حاجة بحط الزبدة بتاعتي في الطبق، والزبدة بتاعتي تكون بدرجة حرارة الغرفة. يعني احنا دلوقتي الجو لا هو برد ولا هو حر، فالزبدة معايا كده مش محطوطة في التلاجة وبالشكل اللي انتوا شايفينه. لو بتستخدمي المضرب العادي زي اللي انا بستخدمه، ابدأي ان انت تفكي الزبدة شوية بايدك كده علشان خاطر المضرب بتاعك ما يبص منك. اما لو بتستخدمي العجان الكبير وعندك العجان الكبير فمش ما فيش مشكلة، تقدر تحط الزبدة والسكر وان انت تضربيهم على طول من غير ما تعملي الخطوة بتاعتي اللي انا بعملها. طبعا انت لازم لما تستخدمي المقادير ان انت تستخدمي المقادير بالجرامات او بالكوب المعياري، علشان خاطر البيتيفور يطلع معاكي ناجح. لكن انا عارفة المقادير اللي انا بحطها علشان كده بحط. انا طبعا هنا كنت بعمل كمية مقدارين 2 كيلو زبدة، فعجنت الكيلو على بعضه وما شلتش 750 جرام. يعني 750 جرام زبدة ليهم كيلو دقيق، و150 جرام سكر بودرة، واتنين بيض، اتنين صفار بيضة، واتنين بيضة كاملة. هتقولولي ايه السر ان احنا نحط اتنين صفار بيضة، اتنين بيضة كاملة واتنين صفار بيضة؟ هقول لكم، بس هقول لكم حاجة الاول. هنبدأ كده ان احنا نضرب السكر والزبدة معايا زي ما انتوا شايفين كده لحد ما تبقى معايا هشة جدا، لحد ما العجينة الزبدة والسكر تبقى هشة معايا، وان حجمها يزيد شوية، احس ان هي بقيت هشة ما بقيتش مكتومة. افضل اضرب فيها كده، وزي ما قلت لك لو بتضربي بمضرب كهربائي زي اللي انا بضرب بيه كده بالراحة، لحد واحدة واحدة لحد ما الزبدة تفك معاكي. ببدأ كده البيض بتاعي بنزل ببيضة بيضة لحد ما ادوب البيضة وتختفي، وبعد كده ارجع انزل بالبيض البيضة التانية، اضرب كده لحد ما البيضة تختفي. لو انت بتحب البسكويت بتاعك ناعم، البيتيفور بتاعك ناعم قوي قوي ودايب كده، حطي 2 بيضة كاملة واتنين صفار بيضة. لو انت بتحب البيتيفور بتاعك مقرمش، حطي 3 بيضة كاملة وواحدة صفار بيضة. لما بنحط الصفار البيضة بس بيخلي العجين بتاع البيتيفور دايب وناعم وما بيقرمش وبيكون طري. ببدأ انزل ببيضة بيضة كده لحد ما تختفي، بعد كده انزل بالبيضة اللي بعدها. وبعد ما بخلص البيض اللي معايا اللي هم الاربع بيضات، ببدأ ان انا انزل بباكت الفانيليا. طبعا المقدار اللي انا عاملاه ده زي ما قلت لكم انا عاملة كيلو زبدة، مش عاملة 750 جرام زبدة. لكن الكيلو دقيق ليه 750 جرام زبدة، 150 جرام سكر، باكت فانيليا، 4 بيض، 2 صفار بيضة، واتنين بيضة كاملة. دي مقادير الكيلو. ببدأ كده زي ما انتوا شايفين بفصل البيضة، باخد الصفار وبستغنى عن البياض، بضربهم واحدة واحدة لحد ما العجينة بتاعتي كلها البيضة تختفي. بنزل بيها واحدة واحدة علشان خاطر لو نزلت مرة واحدة بالبيض بتاعي هيفصل مني وهياخد مني وقت ومجهود عقبال ما اخليه يرجع الخليط بتاعي كريمي زي ما انتوا شايفين كده. اهم حاجة بيضة بيضة واضرب علشان خاطر العجين بتاعي يقعد كريمي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اللي وصل معايا لحد هنا ما تنسيش ان انت تكتبي لي دعوة حلوة من قلبك، تدعي لي بصلاح الحال، وتدعي لي ان ربنا يكرمني في الفيديوهات اللي انا بنزلها، وكمان ان انتوا تقولوا لي رأيكم فيها وفيديوهاتي بتستفادوا منها ولا لا، وان انتوا تحطوا لي اللايك بتاعكم. اللايك ده بينفعني جدا، بيخلي الفيديو بتاعي يتشير وانه يوصل لاكبر عدد ممكن.
اما بالنسبه للي بيتفرجوا عليا من الفيسبوك، انا عارفه ومتاكده ان انتوا بتيجوا ان انتوا تحطوا لي لايك او ان انتوا تكتبوا لي كومنت، ما بتعرفوش، لان هو بيدي لك رساله كده بتسجيل الدخول. فاطلع على طول من قناه الفيس وادخل على طول على قناه اليوتيوب، اكتب اهل الدار هتلاقيني ظهرت لك على طول، وسيب لي الكومنت الحلو هناك وقول ان انت جاي من الفيسبوك. كده خلاص انا خلصت. وكمان نزلت بريحة الموز، انا بحب احط له ريحة موز، بتخلي العجين كده فيه ريحة ونكهة حلوة، بتضيع ريحة الزفارة. وكمان نزلت بالفانيليا بتاعتي. بنزل بالدقيق، الدقيق طبعا حسب الدقيق اللي عندك، لان انا بخلي العجينه بتاعتي تكون طريه زي ما انتوا هتشوفوني وانا بعجنها كده. انا ما بعجنش، انا بلم بس، بدخل الدقيق في في الزبده بتاعتي، وما بعجنش عشان ما اعملهاش عرق. طبعا الدقيق هتقولوا لي ممكن نستخدم دقيق ايه لو انت بتشتري دقيق. دقيق الكوثر حلو، ودقيق سنبله الفرات حلو برضو. كده ببدأ واحدة واحدة بدخل الدقيق في العجين بتاعي لحد لما الدقيق يختفي. ما بعجنش انا، يا دوبك بس زي ما انتوا شايفين بايدي بلف الدقيق في العجين. لو عندك عجان الخطوة دي ما بتكملش حتى نص دقيقة، وبايدي كده ما بكملش دقيقة برضو، زي ما انتوا شايفين معايا كده. ببدأ ان انا الم العجين بتاعي علشان خاطر مش بعجن، انا بمسك العجين بتاعي بلم الدقيق علشان خاطر ما اعملوش عرق. طبعا ممكن اقولك على حاجه، ان انت لما تيجي تنزلي بالدقيق واحده واحده، علشان خاطر ممكن العجينه تلم معاكي من غير ما تحسي وما تحتاجش الكميه كلها. يبقى انزل بالدقيق واحده واحده، ومش شرط ان انا احط الكميه بتاعتي كلها. صدقيني المقادير دي مظبوطه جدا جدا جدا، مش هيفرش معاكي ومش هيسيح معاكي ومش هيعمل معاكي حاجه. اهم حاجه في اي مخبوزات زي ما بقولك ان انت ما تكتريش كميه السكر بتاعتك، لان السكر سبب اساسي ان بيخلي المخبوزات تسيح وشكلها يبوظ. دي الاقماع بتاعتي اللي انا بحطها في كيس الحلواني وبقطع بيها، كل واحد حسب راحته. لو انت هتقطعي بالمكنه تقدري ان انت تزودي للعجينه معلقتين دقيق علشان خاطر تمسك معاكي في المكنه اللي هي بتاعه البيتيفور. اما لو بتقطعي بقمع الحلواني زي اللي انا بقطع بيه ده، فالعجينه لازم تكون طريه، وهو ده اسلم قوام ليها، احسن قوام يعني ان هي تكون عليه. طبعا تقطعي الشكل اللي يريحك وبالطريقه اللي تريحك. انا بوريكي كذا تقطيعه انا قطعتها، ودي الصدفه اللي بنجيبها برضو من المحلات جاهزه، والشكل اللي هو الورده اللي بنجيبه من المحلات جاهز. فانت ليكي طبعا حريه الاختيار ان انت تقطعي الشكل اللي يريحك. زي ما قلتلك لو هتقطعي بالمكنه وما عندكيش الاقماع اللي عندي دي، تقدري ان انت تزودي معلقتين دقيق للعجينه، وان انت تقطعي بالمكنه. اهم حاجه هقولك على حاجه، وانت بتقطعي تكون ايدك مظبوطه، تخلي الاشكال كلها زي بعض والمقاسات كلها موحده، علشان خاطر لما تيجي تلزقي البيتيفور بتاعك ما تغلبيش ويبقى شكله متناسق، ويبقى تلاقيه يعني كل واحده شبه التانية. زي ما انتوا شايفين كده. اهم حاجه الفرن بتاعي للبيتيفور تكوني مولعاه من قبليها بشويه، وان هو يكون سخن، علشان خاطر لما تحط البيتيفور في الفرن ما يدخلش ويقعد فيتصنع معاكي على الصاج ويبدأ ان هو يسيح وشكله يبقى وحش. لكن لما تبقي مسخنه الفرن ومجهزاه، ده لما تدخلي البيتيفور هياخد صدمه على طول، هيفضل بنفس شكله. ده شكل الصاج بتاعي بعد ما خلصت. دول الاربع صاجات دول مقدار 2 كيلو زبده، طلعوا معايا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك مقدار الاربع صاجات اللي انتوا شايفينهم. طبعا انا بسوي في الفرن بره زي ما قلت لكم، فطبعا بيدخلهولي بيدخلوا وبيطلعوا كله اسطمبه واحده. بصوا المقاس نفس الشكل، نفس التقطيع اللي انا قطعتها، ما فرش ولا اي حاجه، وكمان دايب بسم الله ما شاء الله عليه، مش بيستحمل ان انت تمسكيه. اهي دي نفس الاشكال كلها اللي انا قطعتها. وبصي التقطيعه لازم كل واحده تكون شبه التانية علشان خاطر ما تغلبيش وانت بتقطعي. اما بقى لو وصلتوا لحد هنا قولوا لي رايكم في الفيديوهات اللي انا بنزلها لكم، والقناه بتاعتي هل بتستفادوا منها فعلا ولا مش بتستفادوا، ونوعيه الفيديوهات اللي انتوا حابين انزلها لكم بعد كده ايه تاني. ولو اي حد حابب اي حاجه يسالني عليها وانا في امكاني ان انا اعرفها له، انا عندي يعني يسالني عليها في الكومنتات وانا هجاوبه عليها.
بص انا بوريلكم ان التقطيعه كلها المقاس واحد. بدات كده الزقه، حطيت طبعا المربى بتاعتي سيحتها كويس جدا وحطيتها في اكياس وربطتها. يا رب بس مش عارفه المقطع ده موجود ولا لا، وهوريلكم ازاي ان انت بطريقه سهله وبسيطه جدا من غير ما تقعدي بقى تبهدلي الدنيا ولا حاجه تبوظ منك، بطريقه سهله ان انت تخلصي الكميه بتاعتك كلها. طبعا انا بروح الفرن وببدا ان انا اخد حاجتي كلها جاهزه من هناك. بصوا اهو الكيس، بحط المربى وبخرم الكيس بتاعي، بقطعه حته صغيره كده وببدا اخد ان انا الزق بيه كده. مش هتبهدلي نفسك، وفي ثواني هتبصي تلاقي نفسك انجزتي وخلصتي وما بتهدرش معاكي كميه من المربى. طبعا ليكي حريه الاختيار، تقدري ان انت تحطي مربى، وتقدري ان انت تحطي نوتيلا، وتقدري ان انت تحطي شوكولاته. احنا بنحب نحشيه مربى، وكمان ممكن ان انا اعمل له يعني اغطسه في الشوكولاته. يا رب ان انتوا تكونوا استفدتوا من الفيديو بتاع النهارده، وان الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش ان انتوا تحطوا لي لايك وشير وسبسكرايب للقناه علشان خاطر القناه تكبر بكم. وبحب انوه تاني للناس اللي بتتفرج عليا من الفيسبوك، ما تنساش ان انت تطلع من الفيسبوك وتروح على قناه اليوتيوب تكتب اهل الدار، هتلاقيني ظهرت لك على طول. تسيب لي كومنت حلو وتقولي ان انت جاي من الفيسبوك. كده هبدأ ان انا اكمل الكمية بتاعتي كلها، وان انا الزق الكمية بتاعتي كلها معاكم زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده ببدأ ان انا ارصها في العلب بتاعتي، لو مش هعمل لها لو مش هنزلها في الشوكولاتة يعني. هخلص الكمية بتاعتي اللي معايا كلها، وبعد كده هبدأ ان انا اجهزها معاكم. طبعا اللي هو بالشوكولاتة ده هبدأ بعد كده ان انا هعمله في شوكولاتة بيضة، والتاني عملته في شوكولاتة يعني، وعملت له شوية تكات وحركات كده. مش عارفة بقى المقطع ده جاي لكم ولا لا. ما تنسوش بقى ان انتوا تدعموني في القناة، وان انتوا تقولوا لي رأيكم، بجد رأيكم بيهمني جدا. هستنى تعليقاتكم. ده اللانجشاير، بسكوت اللانجشاير معايا. لو حابين ان انتوا تعرفوا الطريقة والمقادير قولوا لي برضو، انا انزل لكم الطريقة والمقادير. بسكوتة جميلة جدا جدا جدا. انا واحدة من الناس من عشاق اللانجشاير، وده كان طلب مخصوص. اتمنى ان انتوا تدعوا لاختي ان ابنها، ان ربنا يرد لها ابنها بالسلامة يا رب، وان هو يتم شفاء على خير، وان هو يخرج من الحضانة. ما تنسونيش بقى بدعوة حلوة من قلبكم ليا، وان انتوا تقولوا لي رأيكم في الجمال والحلاوة والشياكة اللي انتوا شايفينها دي. انا تعبت فيها جدا علشان اقدر ان انا اطلعها لكم بشكل ده. ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب للقناة.